التعليم في مصر موضوع دايما عامل جدل ما بيخلص من زمان، وهم بيقولوا عليه انه اساس النهضه والتقدم، لكن كمان بيتقال عليه انه مليان مشاكل وتحديات. النهارده هنتكلم عن نظام التعليم في بلدنا. وهل فعلا التعليم قادر يجهز الطالب لسوق العمل وحياه مختلفه، ولا لسه محتاج يتغير من الاساس؟ خليكم معانا وخلينا نفكر سوا. جاهز ولا مش جاهز؟ يعني أنا مثلا هسأل دلوقتي سؤال بسيط واقول انه اديني وجهة نظرك عن هل التعليم في مصر من وجهة نظر طالب في تاني اعدادي على حد علمك ومعرفتك بالامور اللي جارية في المجتمع سواء في المرحلة الاعدادية او المرحلة الابتدائية، اديني وجهة نظرك. هل انت راضي عن التعليم اصلا في مصر؟ هل اصلا انت عارف التعليم عبارة عن ايه في مصر؟ خلي بالك ممكن انا نفسي ما اكونش عارف، مش شرط، بس ادينا بنتناقش. حد فيكم عارف التعليم في مصر عبارة عن ايه؟ او ايه وجهة نظرك؟ هل هو كويس ولا لا؟ وهل عندك اقتراحات ان التعليم لو ما هواش كويس عندك اقتراح تخليه كويس؟ يعني من الحاجات، انا عايز اقول لكم على حاجة من الحاجات اللي بتتناقش حاليا في البرلمان وممكن يتطبق. ركز معايا في الحتة دي. الحاجات اللي بتتناقش حاليا في البرلمان وممكن تتطبق ان سوق العمل هيبقى من 5 ل 12 سنة. 5 قصدي الحاجات الحكومية هتبقى شغالة من الساعة 5 للساعة 12. وكمان في نواب كتير موافقة على الاقتراح ده. ده في حد اقترح البتاع ده في البرلمان يعني من 5 الصبح. طب ليه يعني؟ في ناس كتير. انتوا متخيلين الوضع ولا مش متخيلين؟ طب ليه يعني؟ ما انا عشان كده ضحكت ليه كده. اولا انت بتقولي ليه؟ عشان مش عاجبك اكيد. ما اكيد كل دول اوروبا او معظم الدول المتقدمه ما بيشتغلش غير بالنظام ده. ليه يعني؟ عشان يبقى عنده وقت كافي من اليوم ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه. هتبقى تقعد مع اسرتك براحتك. ده بالنسبه للمصالح الحكوميه، ما بنتكلمش عن اي حاجه تانية. بنتكلم عن المصالح الحكوميه، اي حاجه حكوميه بقى. فانت هنا كده هنطلع من المدارس نخش مجموعات الدعم. يا ابني مجموعات، بقول لك مصالح حكوميه. انت تيجي على التربيه والتعليم بس، ما في حاجات كتير قوي تبع الحكومه. بقول لك ابتدى الوقت هيبقى من الساعه 5 للساعه 12. فهل ده لو اتطبق على المدارس هيبقى حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه طبعا. اشمعنى؟ ايوه عشان هصحى بدري قوي. ده انت كده بتتكلمي من ان دي حاجه مرهقه بالنسبه لك انت، مش بتتكلمي من وجهه نظرك ان هي ممكن تكون مفيده اصلا في المجتمع عامه ولا لا. وايه الفايده لو ده اتكرر؟ قصدي لو ده اتطبق، وايه الفايده لو ده ما اتطبقش وفضلنا ماشيين زي ما احنا؟ هتكون مفيده، يعني هتكون مدينا وقت اكتر ان احنا نتعلم حاجات جديده اكتر. هو بيقول لك من 5، يعني 5 ده اللي هو بدايه. يعني انت كده لازم تكون صاحي مثلا 4 احنا عاده او 3 ونص. احنا بنبدا 8. نبدا 5 3 ساعات زياده، ده كده هنتعلم اكتر. لا 5 ل 12 المفروض من 8 تقريبا ل 2 او من 8 ل 1. فاهمه ان وقتنا الاساسي كدراسه يعني مثلا زياده. جانا عندها حق زياده. يعني انت كنت بتبدا من 8 ل 1 صح؟ دلوقتي هتبدا من 5 ل 12. يعني انت معاك ساعتين زياده. يبقى هو اصلا اول ما اقترحوا وقالوا الكلام ده قال لك انتاج زياده. انتاج زياده يعني انت هتاخد انتاج من اي حاجه حكوميه زياده. ده غير ان انت هتقسم اليوم بالنسبه لك ل3. في ناس كتير بيبقى اليوم بالنسبه لها حاجتين، اللي هو مثلا شغل ويروح البيت ينام ويصحى يروح للشغل. فانت ممكن اصلا لما تخلص، طبعا استثناء الطالب، احنا ما بنتكلمش عن الطالب، بنتكلم في العموم. يعني في ناس بتروح بيقعد شويه وياكل وكده وبعد كده يخش ينام. انما في ناس تانية لما بتعمل النظام ده اصلا بيبقى معاه من الساعه 12 للساعه كام؟ تخيلوا، الساعه 4 او 5. ممكن يعمل اي حاجه تانية. ومن 5 لحد كام؟ 9 بالليل مثلا اسرته. يبقى ما اهملش اسرته، وفي نفس الوقت معاه وقت كافي من بعد ما يجي من شغله ان هو يعمل اللي عايزه. وده اصلا اغلب الدول اللي هي متقدمه بتعمل النظام ده، ان هم شغالين بنظام من 5 ل 12. انتوا متخيلين اصلا؟ يعني انا اقل حاجه هقولها انه لما تيجي تصحى بدري انت قطعا بتبقى نشيط اكتر. لا مش قوي. لا والله انت ما جربتش. لا جربنا. ما هو لا بجد ما جرب. لو جربت هتلاقيك اللي هو ما خدش القيمه الحقيقيه من الموضوع. يعني انت جرب ان انت تمشي شهر مثلا، شهر بالظبط، انك كل يوم تصحى بدري وتنام بدري.
احنا بنعمل كده في ايام الدراسه. بالعكس، يعني انت لما تيجي تنام الساعه 12 ده بدري؟ اه. انتوا مستوعبين الموضوع؟ طب جرب بقى ان انت وليكن تصحى الساعه 5، بلاش 5، لازم تصحى قبل 5 كمان، اللي هو بقى من الاخر اذان الفجر، وجرب انك تنام بعد العشاء بساعه. على فكره مدي النظره اللي فيه واحد هنا. اه انا بقالي ساعتين عايزه اقول كده عادي. عشان كل شويه يبص هنا ايه المشكله؟ مفيش مشكله طب عادي. انا ببص لك. وانا كمان بصيت ما هي ضحكت. ولا يشغلك عادي، ايه المشكله؟ مش مشكله عادي. فعايز بقى كل واحد فيكم يقول لي رايه في التعليم في مصر. اول حاجه في مميزات التعليم في مصر ان التعليم بيدي للطلاب فرص اكتر عشان يتعلموا حاجات جديده ويبقوا ناجحين في دراستهم ويطلعوا من الاوائل مثلا يعني. تاني حاجه ان هو مثلا بيوفروا منصات. اولا يعني غلط، بيدي كام لغه؟ ده ادونا لغه 5 ايام وبطلوا. ايوه عشان كده بقول لك مش لاقيه مميز. تعرفنا حاجه ان السنه دي هم وفروا نظام جديد في الثانوي عام وهو البكالوريا اللي هو كان موجود قبل كده اصلا. ايه ماشي. كده ليه؟ تالت حاجه ان هم بيعملوا منصات خارج الدراسه وبتبقى كمان مش معارضه يعني لوقت الدراسه عشان مثلا الطالب يتعلم برمجه، يتعلم اي حاجه جديده تفيده لما يكبر في شغله ودراسته. حلو. يعني انت شايف ان التعليم في مصر حلو يا صح؟ طب هل عندك اقتراحات ان احنا نحط اقتراحات تخلي التعليم افضل؟ اه زي احنا نخلي البرمجه ماده اساسيه. انت عشان بتحب البرمجه يبقى اللي هو البرمجه ماده اساسيه؟ فكر حلو. طب ما هم بيحاولوا يطوروا الموضوع ده من الابتدائي. نضيف مثلا مواد جديده مثلا عندهم مش عارف مهارات وتكنولوجيا وما اعرفش مش بيعملوا حاجه. نضيف لغات جديده عشان لما نكبر نبقى عندنا معرفه اكتر عن العادات والتقاليد بتاعت الدول شايف ان التانية. المجتمع المصري مؤهل ان هو اصلا يستقبل حاجه زي كده؟ لو في ناس لو يعني ايه لو نزلت وهتتقنها يعني. عقليات الاطفال بتتطور والله؟ يعني لو في اطفال على فكره مثلا في المدرسه الانترناشونال بيبقوا صغيرين خالص وبيتكلموا انجليزي حلو، لو هم يضيفوها هنا ويجيبوا لنا مدرسين لا شيل الحته دي. شيل الحته دي. شيل الحته دي. استني بس. المصاريف اللي انت ما بتدفعهاش كل سنه ولو دفعناها تبقى 350 ايه دي؟ انا بتيجي عيله قد ركبتي تكلمني انجليزي انا ما ببقاش فاهمه. يا مثلا اسمع بس. يعني انت دلوقتي عايزه تقولي بس اصل الكلام ده بيتنافى مع كلامك، بمعنى انت جاي تقول ان المدارس الحكوميه في مصر نوعا ما مش كويسه لدرجه ان ليلى بتقول البنت بتبقى قد كده اهو وتلاقيها بتيجي تتكلم انجليزي كويس، انما احنا هنا مش بنتكلم انجليزي. طب ايه السبب يا جماعه؟ فكروا في الموضوع. ايه السبب في حاجه زي كده؟ ان الطالب اصلا مش مستوعب الانجليزي. ما تاسسش. ايه اللي ما خلوش يستوعب؟ ما تاسسش كويس. ما تاسسش كويس. لا طب ثواني هسأل سؤال حلو. ايه اللي بيخلي ان في طالب شاطر بيطلع من الاوائل او من صغره وفي طالب تاني؟ ان الملهيات بتخليه الطالب اللي مش كويس ده الملهيات بتخليه ما يركزش في دراسته. طب ازاي يا جماعه وهو صغير؟ انتوا متخيلين يعني ايه صغير؟ يعني مثلا الاطفال دلوقتي كلها معاها تليفون. ماشي. لا مش بالضروره قوي كده. مفيش. لا طبعا انتوا اغلبكم ماسك التليفون بالعافيه وانتوا في تاني اعدادي. ايوه انا ماسكه من كي جي 2. ماشي. انت ما بين كل 100 واحد في فرد صح؟ يبقى ما نعممش النسبه. معاها تابلت من قبل ما ادخل المدرسه. ما قلنا يا ابني عائله من كل 100 عائله. اقول له ايه ده طيب؟ هنا واختي برضه معاها زينا. معاها ايه؟ كان معاها تليفون بجد؟ والبنت ده برضه كان معاها تليفون قاعد من زمان؟ طب يا جماعه مثلا من ساعه ما اتولدنا ماشي. ما بين كل 100 عائله في عائله او عائلتين مثلا او 3 او 4. هل ده بالنسبه دي تطبق على المجتمع كله؟ لا. وبعدين انت بتقول الملهيات، يعني التليفون من الملهيات اصلا. وغير التليفون امال ليه انت طالع مثلا من الناس المتفوقه؟ مفيش حد معاه عشان بركز في دراستي. اديك انت قلتها بتركز في دراستك. يبقى طب- التاني ما بيركزش في دراسته. ايوه. يبقى هنا المشكله بقى في الطفل نفسه من وهو صغير ما تاسسش صح بسببه ولا بسبب المدرسه ولا بسبب الاسره؟ سببه هو بسبب مين؟ الطالب عشان هو ما الطالب؟ بيركزش. ازاي يا ابني هو اصلا ما عندوش وعي؟ بالاسره اكيد يعني هو مش والمدرسه. هياخد هنا مش فاهم اي حاجه وفي البيت ولا يا جماعه بجد النقاش حلو مش وحش. انا عايز افهم دلوقتي الطفل الصغير اللي بيكون مثلا في اولى بلاش نركن المدرسه على جنب، خلينا في الحضانه. اصلا انتوا عارفين طبعا الحضانه دي
حاجه جديده مش حاجه قديمه. يعني زمان ما كانش في حضانه بقى الكلام ده. تمام. كنت اول ما تدخل جاي من الكتاب بتروح ايه سنه اولى، وممكن يكون حدود معرفتك الف ب ت من الكتاب، او ممكن كمان الكتاب في كتاب كان بيعلم الحروف، في كتاب يحفظك القران وبس. يفضل الشيخ ليل نهار يقول لك في النص ويعيد ويسمع ويزيد ويعمل ويخلي، وانت بتروح تاني يوم تقعد تمسك المصحف تقرا في النص او مامتك تقراه لك لحد ما تحفظه وتروح تسمعه. وبتيجي تخش، يعني انا هقول لك على حاجه، انا دخلت المدرسه بالكتاب وبامي. يعني هقول لك، انا رحت الكتاب كان معانا جزء عامه فاكرينه اللي كان بيبقى على ظهره اسماء الله الحسنى ده. تمام. انا فهمتها حاجه تانية. وبعد كده في الكتاب الشيخ كان بيحفظنا فكنا بنحفظ. انا صراحه مش متذكر قوي التفاصيل بالظبط، بس كان في الشيخ عزت ورانا هنا واخوه والشيخ هاني والشيخ طارق، كل دول انا رحت عندهم. وامي هي امي تعليمها مش عالي بس بتعرف تقرا وتكتب، فعلمتني الف ب وحفظتهم لي، وحفظت لي اسماء الله الحسنى، وحفظتني جدول الضرب كله قبل ما اخش المدرسه. تمام كده. قبل ما ادخل المدرسه عرفتني اللي هو الضرب والقسمه والطرح والجمع وبس. فانا كنت داخل المدرسه لا افقه شيء في حاجه اسمها ايه انجليزي، ما اعرفش اصلا ان في ماده اسمها انجليزي. اروح المدرسه الاقي مثلا المدرسه تيجي تقول لي ده يعني ايه بي سي مش عارف مين لحد الاخر. ايوه انتوا متخيلين بقى لو في طالب اتقال له الانجليزي بالشكل ده وما ما فهمش، والمدرسه في الوقت ده كانت هو مثلا كان قاعد مركز، والمدرسه في الوقت ده ما كانتش يعني مش مركزه ان هي تعيد للطالب مره واثنين وثلاثه، عايزه تخلص من الحصه وتمشي. طب هنا المشكله عند مين؟ والبيت ما فيهوش حد، البيت ما فيهوش حد يعلمه انجليزي. الاهل. بقول له البيت ما فيهوش حد يعلمه انجليزي. بالمدرسه. طب المدرسه دلوقتي لو هو قاعد في الحصه اول حصه راحها، احنا بناخد الانجليزي تقريبا من ثالثه ابتدائي اصلا. انتوا؟ احنا كنا واخدين الانجليزي من ثالثه ابتدائي. يعني انا ما مش سنه اولى، مش اول ما رحت اولى، لا اولى وثانيه وثالثه عباره عن ايه؟ عربي وحساب ودين. ما قبل ما تخش المدرسه بقى عربي وحساب ودين، حساب طبعا والعربي والدين بتاعنا بس. طب بعد كده بقى في علوم، بقى في انجليزي، بقى في دراسات، بقى في، انت فاهمين الموضوع بيتطور. طب انا دلوقتي الانجليزي بقى لو ما خدتوش من وانا صغير، وبقول لك التعليم في الصغر كالنكش على الحجر، دايما تلاقي الطالب اللي بيحفظ القران وهو صغير ما بينساهوش بسهوله. طيب المشكله هنا عند مين فيهم؟ عند الطالب ولا المدرس ولا الاسره ولا النظام نفسه، نظام التعليم؟ نظام التعليم نفسه. طب ايه بقى مقترحاتك على طالب صغير داخل ياخد ماده لغويه؟ خلي بالك الماده اللغويه اهم من الماده العلميه بكتير، اسمها ثروه. انتوا متخيلين؟ ثروه. اللغه العربيه واللغه الانجليزيه دي ثروات مهمه جدا، انما التانيين ماده علميه ممكن تتغير. ممكن اينشتاين يكون اخترع قانون من زمان، يجي حد في العصر الحديث اللي احنا فيه يخترع قانون افضل من القانون بتاعه بسبب اكتشافه واكتشفه. فالماده العلميه ايه ممكن تتغير، انما الماده اللغويه دي ثروه، هل يمكن تغييرها؟ مستحيل. طب هنا بقى الانجليزي ده في سوق العمل الحالي 2026 اللي احنا داخلين عليها، مش هتروح شركه الا وهيقول لك معاك كام لغه من الشركات الانترناشونال مثلا او الشركات المتوسطه، بلاش الشركات العاليه. في اسمه هو الجامعات ما بتقبلش الكل بالظبط. طب هنا بقى انت معاك كام لغه؟ تقول له معايا اللغه العربيه واللغه الصعيديه واللغه الفلاحيه واللغه الفلاحيه ولا مش فاهم؟ هتقول له ايه؟ طيب ما هو هنا في مشكله. انا عايز اوصل بجد للمشكله، فكروا فيها كده. عايز اوصل للمشكله بجد اللي هو الطالب وهو صغير اصلا. لو جيت عملت احصائيه هتلاقي ان 90% من الشعب المصري يقول لك انا عندي عقده من الانجليزي. انا عايزه اقول حاجه. مي اخته الصغيره بتقول كده. لسه حماده بنتفرج على البودكاست ومش قادرين نعملها. طب يا مستر، المدرس يا مستر قول. المفروض يا مستر يجيبوا لهم مدرسين خلقهم واسع عشان يعيدوا المعلومه كذا مره لحد ما الطالب يفهم. الاقي بقى كل المدرسين اللي متخرجين كله خلقهم واسع؟ لا مفيش ولا واحد.